بسم الله الرحمن الرحيم. ازيكم يا احلى متابعين؟ تعالوا نعمل مع بعض النهاردة شوية رز بالكركم والبصل كده، حاجة كده من الاخر، طعم جميل، ريحة حلوة، رز للعزومات. تعمليه جنب اي انواع للسمك. الحقيقة طبق مميز وجميل، والطريقة سهلة وبسيطة، ويا رب الطريقة تعجبكم بإذن الله. هنجيب كده 3 4 بصلات متوسطين او بصلتين كبار حسب ما يكون عندك. هنغسل البصل بتاعنا يا حبايب قلب زي ما احنا شايفين كده، وهنقطعهم مكعبات. لكن لو انتي هتقطعيهم على ايدينا كده عادي، هنحاول ننعمهم على قد ما نقدر. انا هنا قطعتهم بالشكل اللي احنا شايفينه ده عشان هضربهم في الكبة وانعمهم على قد ما اقدر. الحقيقة كل ما بتزودي البصل كل ما بيديكي نتيجة أجمل وأحسن ويا الرز، وبيبقى رز ما شاء الله والله طبق جميل وطعمه حلو قوي، وأتمنى إن انتوا تجربوه والطريقة تعجبكم بإذن الله. أنا خدت البصل بتاعنا هوت على الكبة وهنعمه على قد ما نقدر زي ما احنا قلنا. الطبق ده بيبقى مميز بصراحة جنب السمك، تعمليه جنب سمك مقلي، سمك مشوي، بيبقى طعمه جميل من الآخر. بعد ما هننعم البصل يا حبايب قلبي كده في الكبة، هنجيب الحلة بتاعتنا وعلى البوتاجاز هتضيفي 3 معالق زيت كبار أو سمنة حسب ما بتحبي تستخدمي في الطبيخ. وهننزل بقى بالبصل بتاعنا كده على الزيت، وهنحاول ان احنا نحمر البصل بتاعنا بس مش هنغمقه قوي. الحقيقة البصل لما بيغمق قوي هيديكي مثلا طعم مرارة كده، فاحنا بنخلي البصل ياخد لون الذهبي الجميل او اللون المصفر كده، بتبقى النتيجة في الرز طعمها احلى بكتير. اهوتي حبايب قلبي زي ما احنا شايفين كده. بعد البصل ما خد اللون الجميل بتاعنا الذهبي ده، هنزوده بالمية وهنسيبه بقى لحد ما البصل يستوي معانا، علشان ما يبقاش طعمه ني في الرز لما نيجي نضيف الرز للمية اللي احنا عملناها دي. هنضيف بقى التوابل بتاعتنا، الكركم الجميل الصحي اللي بيديلنا اللون الأصفر الجميل لطبق الرز اللي احنا هنعمله. بنضيف نص معلقة معلقة حسب الكمية اللي انت بتستخدميها، وكمان بنضيف نص معلقة كمون، والملح طبعا حسب الرغبة برضو حسب الكمية اللي انتي بتستخدميها. هنسيب بقى الشوربة اللي احنا عملناها ديت او التتبيلة او البصل بالتوابل ديت على النار حوالي 10 دقايق او ربع ساعة بعد ما تغلي، لحد ما نتأكد ان البصل استوى. بعد كده يا حبايب قلبي بقى بنغسل الرز برضو على قد الكمية اللي احنا هنستخدمها، وهنبتدي ان احنا نضيفها للمية اللي احنا عملناها بالبصل الجميل والتتبيلة الجميلة بتاعتنا دي. الحقيقة ان الطبق ده مميز زي ما احنا قلنا، طبق ممكن تستخدميه في العزومات. شوية رز كده هيشرفوكي، طعم جميل وريحة حلوة. الرز اهوت بعد ما تشرب معانا هنقدمه بقى جنب سمك مشوي وطبق سلطة خضراء. اتمنى يا حبايب قلبي ان الطريقة تعجبكم وان الفيديو يكون نال اعجابكم، واحب اعرف تعليقاتكم على القناة، وما تنسوش الاشتراك في القناة. الرز بتاعنا هوت والسلطة الخضراء والسمك المشوي، وبألف صحة وعافية يا رب، واتمنى ان الطريقة تعجبكم. واحلى طبق رز بالكركم والبصل تاكليه.